وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. عين بصيرة في مجلس قائدنا المفدى، وعاشق للعمل التطوعي، فتوج رئيسا للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، إنه الحاج سامي الخصاوي. أصحاب السعادة والعطوفة، أيتها السيدات، أيها السادة، الضيوف الكرام، الحفل الكريم، سلام عليكم. ما أحب وصالكم، وغاية مجهود المقل سلام. أنتم جميعا كالعطر، أينما حللتم امتلأ بكم المكان، وعشقكم أرض الحشد والرباط، فأهلا وسهلا بكم، ويكفيكم بأنكم في أرض الحشد والرباط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، راعي الحفل الحاج سامي الخصاوي، العين الثقة في مجلس قائد البلد المفدى، جلالة الملك المفدى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. أنتم فخر وعطاء وتميز، أصحاب العطوفة والسعادة، الأجلاء والضيوف الأعزاء، الحضور الكريم، ملء العيون والقلوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا لنا وعلينا أن يكون الجميل عرفان من قلوبنا الصادقة لقائد الوطن المفدى من قلب العمل التطوعي. نشأت جمعية دوقر الخيرية على أيادي رجال أوفياء أنقياء، تعقبت على إدارتها، ثم حملونا وزملائنا، فقررنا أن نحملها على أيادينا لنضع أمامكم، وهي تطلب أن تلبس ثوب البناء لمقرها، فأنتم الأوفياء فالبسوها الثوب الذي تريد. إن البرايا على شفا من حفرة لا ينقذون ضياعها أشباح، إن الأوابد حول كل فريسة تفنى ويفنى من لها نباح، ومجاد يعسوم لذيذ طعمه وبه شفاء نافع نفاح، ما حل في وطني نداء معضل، وأبي الحسين لعلاجه طماح، ملكا يجوب الخافقين بهمة وعزيمة بطبيبنا الجراح، ليعالج المرض الخبيث، لأننا في محنة تفنى بها أرواح. واللي سميتوها بالمتنزه الهاشمي، المنطقة الهاشمية بأردننا، من الحد للحد ومن الذرة للقرة. بنتمنى كل ربيع يمر على وطننا الأردن بخير، وإنه طبعا كل الفضل يرجع للقوات الأمن والقوات المسلحة. كمان بمناسبة عيد العمال أنا أقدم بطاقة احترام وتقدير لكل العاملين وكل اللي أكيد بينكم متقاعدين. تحية احترام واعتزاز لكل اللي حملوا الشعار في الفترة اللي مرت، واللي الآن تتحمل الكثير من المسؤولية على أكتافها. سعيد جدا بتواجدي معكم إن شاء الله في كل المناسبات الوطنية والغير وطنية، نكون معكم في وطننا الأردن اللي ما نقبل عنه بديله. مثل ما قلت قبل هالمرة يجوز على الإذاعة سمعتوها، إنه ما حد شايف حاله، شايل شنطته وعياله وواقف على حد من هالدول المجاورة يستنى مخيم يلمه. وبالنهاية طبعا أقول أنا أردني والقلب كنه وكنه،
يكتب غير بلادي على صفحة الدم. على بعضنا ما نقبل المظنة، ما نرتضي في بعضنا قولة الذم. شعب أردني والنار يقطع لسنة، رمشوا هدف وانت تعب العين يلتم. مشكورين، وإن شاء الله أن نشارككم بكل مناسبات الوطن العزيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة والعطوفة ومشايخ هذا اللواء وضيوفنا الأكارم من جنوب وشرق المملكة. فهذا وطن الجميع، نعتز بكل من حضر وكل من يحضر. جئنا إلى دوقرة من أجل أن نسمع هذا الكلام الطيب الذي سمعناه من شيخنا العزيز. بدأ بالعروس وانتهى بالظمأ، لكن لن نجعله يعطش أبدا إن شاء الله. حقيقة نحن كقطاع تطوعي في هذه المحافظة نعمل دون كلل أو ملل. وجوه خيرة، وجوها عاشت على عمل الخير، من أجل الخير، من أجل أن ندخل بيت فقير، من أجل أن ندخل بسمة على عائلة بحاجة إلى المساعدة. هذا القطاع يعمل في بلد الهاشميين تحت ظل راية الهاشمية، تحت ظلال قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره وأبقاه ذخرا وسندا لهذا الوطن. جئنا اليوم لنضع حجر أساس، لنضع لبنة من لبنات هذا الوطن، لنضع حجر أساس لجمعية دوقرة التي صبرت الكثير لبناء هذا الصرح العظيم، بناء جمعية دوقرة لتكون منطلقا لأبناء دوقرة والفاعلين في هذا القطاع التطوعي. جئنا من أجل أن لا نسمح لهذا الشيخ أن يضمن. فهذه الوجوه الخيرة جاءت إلى دوقرة ونسمع الكلام الطيب، إن كان من الشعراء وإن كان من الإعلاميين. فكل تحية لمن تكلم كلمة خير، وكل التحية لوطننا العزيز وقيادتنا الهاشمية وجيشنا المعطاء وأمننا الصامت وقواتنا المسلحة الذي أصبحوا لا يرتاحوا يوم الجمعة وهم بحاجة، من أجل الرابصين المتربصين في هذا الوطن لا يقولون كلمة خير كما تفضل الشيخ، فهم لا يسمعون كلمة الخير بل هم يعطلون مسيرة هذا البلد. فكل الشرفاء يناشدون أن يبتعدوا من هذه الشوارع العامة من أجل أن يقطعوا لقمة عيش أصحاب المحلات التجارية. وإن شاء الله نحن شعب أردني سيبقى دائما في ظل قيادة الوطن وفي واسم الجمعيات الخيرية واتحاد أربد والاتحاد العام للجمعيات الخيرية. مهيوب يا هالوطن مهيوب، مهيوب وما تخيب الظن، ومهيوب يا هالوطن مهيوب، مهيوب وما تخيب الظن. هو لو كان عندي 8 قلوب بهوى الأردن ما يكفاني. مهيوب يا هالوطن مهيوب، مهيوب وما تخيب الظن، ولو كان عندي 8 قلوب بهوى الأردن ما يكفاني.
مهيوب وما تخيب الظن. هو لو كان عندي 8 قلوب بهوى الأردن ما يكفاني. مهيوب وما تخيب الظن. ولو كان عندي 8 قلوب وما يكفاني. عماني لجلك طوينا دروب يا ميت العين والجفن. هو عمان لجلك طوينا دروب يا ميت العين والجفن. هو تراب الأردن تضم قلوب ومن بيعه بالذهب لا